في أحد الأيام بإسبانيا اقترب مني صحراوي مغربي وسألني: ماذا تعرفين عن موضوع الصحراء؟ أجبت أنني أعرف ما يعرفه الجميع، فدعاني لكي أقطع طريق الأصابع الأربعة. الأصابع الأربعة؟ قلت له متسائلة، فحكى لي أن 4 أصابع هي التي تفصل بين الحقيقة والكذب: حاسة السمع التي ترمز للكذب، وحاسة البصر التي ترمز للحقيقة. لذا قررت أن أقوم بهذه الرحلة التي قادتني إلى مخيمات تندوف. أريد لقاء هؤلاء اللاجئين بدون أرض والذين يعيشون في حالة عوز شديد، والذهاب إلى جانب المغرب حيث يقال إنه يوجد قمع وحظر للتجوال وحكم عسكري. ما عشته وما شاهدته يبدأ الآن. وصلت إلى تندوف وسننتقل عبر سيارات محمية، وأنا الآن برفقة عائلة صحراوية تبنتني، وسنسير تحت حماية جبهة البوليساريو حتى منطقة ما اسمها؟ منطقة الحجونية. الحجونية هي مخيم العيون. مخيم العيون، الحي الثالث. نعم، الحي الثالث. والآن سنمتطي السيارات حتى يقوموا بحمايتنا لكي نصل للمكان الذي نقصده. وصلت إلى تندوف ليلاً انطلاقاً من مطار عسكري. استقبلتني عائلة صحراوية وسائق يدعى دخيل، وهو الذي ظل يلازمني كظل طيلة الوقت. استرعى انتباهي سياج بآلات حادة. تمت حراستنا من طرف رجال الدرك الجزائريين حتى وصلنا إلى نقطة عسكرية للجيش الجزائري، حيث تكلفت جبهة البوليساريو بحمايتنا. أحاول التصوير خفية حتى لا ألتقط لوحة ترقيم السيارة، وطلب مني الحذر حتى لا ينتبه الجزائريون للأمر، وفي اللحظة المناسبة تركت التصوير. عملية حراستي سواء من طرف الجيش الجزائري أو عناصر البوليساريو ولدت في نفسي شعوراً بالخوف. هذا ما يوجد في الخيمة، وكل شيء يتم بطريقة تشاركية بما في ذلك النوم، فكلنا ننام إلى جانب بعضنا البعض. هذا هو فراشي. هنا لدينا المائدة التي نجد فوقها قنينة ماء وعلبة عصير، لكنني لا أشعر بالجوع وأفضل الخلود للراحة لأن ساعات السفر كانت طويلة. طيب، تصبحون على خير. أيضاً وصلت إلى مدينة العيون ليلاً. أردت القيام بنفس الرحلة لكن بشكل معكوس، وسأقضي نفس المدة بالضبط 5 أيام. وصلت إلى العيون المغرب انطلاقاً من مطار مدني. وصلتها ليلاً أيضاً. كان ينتظرني سائق قطع بي شوارع المدينة التي كانت تعج بالناس. وقفت على تنوع العابرين بالشارع، نساء برداء الملحفة أو بدونه. أدهشني رؤية مطعم ماكدونالدز، فهذه المطاعم لا تفتح أبوابها في مناطق النزاع. لدي موعد في اليوم الموالي في البلدية. أظن أنني سأخرج غدا للتجول في مخيمات اللاجئين، لكن مفاجأتي كانت كبيرة عندما اكتشفت أنه ليس علي الذهاب إلى أي مخيم، لأن العيون كمخيم لا توجد. من بين الأشياء التي طلبتها قبل سفري من إسبانيا هو ترتيب لقاءات مع قياديين في جبهة البوليساريو، وإلى حدود الساعة لم أتلقى جواباً. خلال اليوم الأول من مقامي بمخيمات تندوف اقتادوني إلى أحد البيوت وقيل لي إنها البلدية، وقدموا لي شخصاً باعتباره العمدة ولم يسمحوا لي بالتصوير بالكاميرا. التقطت فقط بعض الصور، وكانت هذه واحدة من مطالبهم التي بدت لي منطقية في البداية، فقد طلب العمدة طلاء للجدران التي تهدمت بسبب الأمطار، لكن هناك طلب صدمني.
هو أنه طلب مني مكبرين للصوت وشاشة كبيرة حتى يتمكن المرأة من مشاهدة الاحتفالات التي تنظم داخل البلدية. ماذا أقول؟ إذا كانوا أصلا في الشارع فلماذا سيحتاجونها لذلك؟ جاءت لحظة زيارتي لبلدية العيون، وقد هالتني هندسة البناية، فقد وقفت على بلديات قليلة من هذا العيار، والتقيت بممثلي الساكنة المنتخبين وهم صحراويون. باعتباري امرأة شابة صحراوية ومدافعة عن حقوق المرأة، فالرسالة التي أريد إبلاغها هي أن المرأة الصحراوية تتمتع بالعديد من الحقوق، فهي تلعب الكثير من الأدوار وليست مجرد ربة بيت كما يعتقد البعض. فشخصياً تابعت دراستي في مدريد، وكانت زميلاتي يسألني عن وضعية المرأة الصحراوية وإن كانت تعاني من العبودية، وأقول لهن إن الأمر ليس كذلك، فأنا صحراوية وجئت إلى مدريد للدراسة، وفي نفس الوقت أنا مستشارة بلدية، ومن أجل الدراسة سافرت بعيداً عن عائلتي لأكون حرة. تتشكل البلدية من 47 منتخباً ينتمون إلى 4 أحزاب سياسية، ونحن من يدبر شؤون المنطقة. هل هذا سوق جديد به نظام تهوية؟ نعم، يتمتع بنظام للتهوية لا يبقي على الروائح. النظافة أساسية أيضاً. هنا لدينا السمك. سلام لبس كدارة. السلام عليكم. لبس. إنه سمك طري. إنه سمك طري. وهنا يتم وضع الثلج، ومن هنا يتم أخذ الكمية التي يحتاجون إليها للحفاظ على طراوة السمك. رائع منظر سقوط الثلج. العمدة هو شخصية كاريزماتية قام بتشييد هذا المشروع وأعطى الأولوية للنساء لتمكينهن من الحصول على فرص شغل بحكم وجود أرامل ومطلقات في حاجة ماسة للعمل. والآن إلى أين نمضي؟ إلى محطة الحافلات. كما قلت لك سابقا، فالعمدة اختار إنشاء هذا المشروع في هذه المنطقة بحكم أنها منطقة مهمشة من أجل إعطائها دفعة اقتصادية. وبالفعل عرفت المنطقة قفزة نوعية حيث تم إنشاء فنادق، وانعكس ذلك على وضعية الساكنة. هذه المحطة تجعل من العيون مدينة مضيافة بتوفرها على محطة الحافلات هذه التي تعد أمرا لا يصدق. محطة الحافلات بمساحة هائلة، وهناك مرافق لذوي الاحتياجات الخاصة أيضا. هنا لدينا عدة فرق كروية، وإحدى الفرق تلعب في القسم الأول. يجرون مقابلاتهم الكروية مرة في الأسبوع هنا. ولدينا أيضا فريق نسوي يلعب في القسم الأول ويجري تداريبه هنا أيضا. نترك لهم هذا الملعب للتدريب. النادي الكروي النسوي يتوفر على 25 غرفة ومسبح مغطى وصالة للتجميل، وهو نادي نسوي بالمطلق. تولي بلدية العيون أهمية كبرى للجانب الرياضي عبر تسهيل ممارستها، بل عقدت حتى اتفاقية توأمة مع بعض الفرق الأوروبية كفريق أسي ميلان الإيطالي. هي ثاني أكبر مكتبة في المغرب بعد المكتبة الوطنية بالرباط، تتوفر على آخر المستجدات التكنولوجية وقاعات وخيام للحفاظ على العادات الصحراوية بتناول الشاي خلال المطالعة. تتوفر مجزرة البلدية على أحدث التجهيزات ونظام لمراقبة الجودة. يتم مراقبة كل شيء بدقة وفق معايير الاتحاد الأوروبي. وبعد زيارة عدة مشاريع للبلدية في قطاعات مختلفة، رافقت نائب عمدة مدينة العيون للتعرف على مشروع بيئي مهم.
هذا مطرح للنفايات، وترين هناك ذلك الغطاء الأبيض حيث يتم وضع النفايات وفوقها الحجارة من أجل استخراج عصير النفايات. وهناك قنوات تحمل هذا السائل وتمنعه من التسرب للفرشة المائية، ويتم نقله إلى هذه الحفر الكبيرة حتى لا تتسرب أي قطرة منه للمياه الجوفية. نعود إلى مخيمات اللاجئين بتندوف. غادرت إسبانيا ولدي فكرة واضحة عمن أريد لقاءه ومحاورته، لكنني لم أستطع تنفيذ ما خططت له. أردت مشاهدة الكثبان الرملية، وتم حملي إلى منطقة قرب المخيمات لرؤيتها. وعندما بدأت بالتجول وقفت على وجود أعمدة كهربائية، ولم أفهم لماذا لا توجد كهرباء بالمخيم على بعد 2 كيلومترين فقط من المنطقة التي تمر بها الأعمدة الكهربائية. ثم طلب مني عدم تجاوز ربوة صغيرة لأن خلفها يقبع الجزائريون. حينها تملكني إحساس بأنني محاصرة. أوجد في منطقة أخرى من المخيمات تندوف، وتدعى مخيم أمغالا، حيث سيجري هنا حفل زفاف يستمر ليومين. وقال لي أحدهم إن هذه البناية هي التي جئت إليها في الليلة الأولى لوصولي من أجل تقديم جواز سفري وفق البروتوكول المعمول به لإطلاعهم على جواز السفر. برفقة السائق الدخيل دائما صادفنا أشغالا لبناء الطريق، ولفت انتباهي كثيرا أن العمال كلهم جزائريون وليس من بينهم أي صحراوي. العمل تحت الشمس يبدو قاسيا. هؤلاء هم عمال جزائريون. سأستدير للجهة الأخرى حتى تفهموا ما أريدكم مشاهدته عبر الكاميرا. عند تجاوزي للربوة لاحظت وجود أعمدة كهربائية، وصدمني عدم وجود كهرباء في الحي الذي أقيم فيه والذي لا يبعد كثيرا. وطلب مني مرافقي عدم تجاوز الربوة لأن خلفها يوجد جزائريون. خليل عباد هو المدير العام لمستشفى العيون في مخيمات تندوف. استقبلني وهو مستلقي على الأرض لأنه يشعر بالتعب وفق ما قال لي. كانت زيارتي له يوم السبت على 10:10 صباحا، وبعدها أدركت أن لا شيء تم بالصدفة. وهناك التقيت باثنين من المتطوعين الإسبان، أب وابنه، وهما معا يمارسان الطب. تحدثت أيضا مع متطوعة إسبانية تقول إنها تعمل بشكل حر. الكل يشتكي من نفس الوضعية، وهي غياب الأدوية. ولغرابة الصدفة كما قال لي أحد اللاجئين، فواحدة من الصيدليات التي تقوم ببيع هذه الأدوية تعود ملكيتها لخليل عباد نفسه. ما سترونه لاحقا تعوزني الكلمات لوصفه. لا تعطش منه شي حاجه عطيه، قول له ماشي لك المدير سير تاكل يا مرا بيدير ترانسبورت يا سيسا. Vale.
بدأت زيارتي للمستشفى برفقة شخص يرتدي بذرة بيضاء. وجدت نساء يحملن أطفالهن للعلاج نظراً لوجود طبيب أطفال في زيارة للمستشفى. صادفت أباً وابنه هما طبيبان إسبانيان. في تلك اللحظة اكتشفت فيها أن زيارتي للمستشفى مثمرة بعدما صادفت وجودهما. تكلمت مع خوان سيربيرا، هو طبيب عام وابن لطبيب الأطفال الذي يزور المستشفى. فيما يخص الجانب الطبي هناك الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها. لا يجب أن ننسى كون هذا مخيم للاجئين، وهناك 5 مخيمات، وفي إحداها يوجد المستشفى العام الذي يتوفر على تجهيزات أكثر وأطباء ممرضين بتكوين أفضل. تم تكوينهم في الجزائر أو كوبا، لكن في هذا المستشفى في العمود الفقري هم المتطوعون، سواء كانوا أطباء متخصصين أو ممارسين للطب العام وطب المستعجلات. يأتون من جميع الجهات الإسبانية وأيضا من بلدان أخرى. ثم نجد العناصر المحلية التي يتفاوت تكوينها، فبعضهم ممرضون وآخرون مساعدون أو يتوفرون على تجربة دون تكوين. أما وسائل الاشتغال فهي إما هزيلة أو منعدمة. Y luego los medios son precarios o incluso inexistentes. دولسي روتا إتشي سوبياغا متطوعة حرة تتنقل منذ 12 عاماً إلى مخيمات تندوف. بكل تأكيد هناك نقص كبير، مشاكل صحية بالجملة، هناك الكثير من وفيات الأطفال رغم أنهم ينفون ذلك. فعندما أزور بعض العائلات أجد عندهم ردعاً، وبعد عودتي بأشهر لا أجدهم. يعني هناك مستوى مرتفع لوفيات الأطفال بمخيمات تندوف. أنا أتحدث عما أشاهده في المحيط الذي أتحرك فيه، فشخصياً وقفت على عدة حالات لوفيات الأطفال، على الأقل 4 أو 5 حالات. آخر حالة شاهدتها لرضيع عمره 1.5 سنة بسبب زكام لم يعالج بالشكل المطلوب بحكم غياب الأدوية، وهو ما تحول إلى مشكلة في التنفس واضطرابات في القلب، لأن هناك ضعفاً في المناعة بطبيعة الحال. الوضعية التي يوجد عليها المستشفى مؤسفة ويغيب عنه المرضى. مثلا من الأمراض المزمنة هناك مرض تخثر الدم الذي يحتاج لعلاج متواصل، وفي حالة غياب الأدوية الخاصة سيكون المريض عرضة لتدهور حالته وللموت. سيدتان وطفلان هما المرضى الوحيدون الذين عثرت عليهم في كل هذا المستشفى. في السنة الماضية واجهتنا مشكلة حقن طفلة بدواء بوسكابينا لتهدئة آلام الكلي، إلا أننا لم نجد حقنة لحقنها بحكم توفرنا على حقن بسعة 20 مليلتر، وهي لا تصلح للحقن العضلي، وبالتالي فالخصاص هائل. يصعب علينا تتبع الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى متابعة طبية بنفس الأدوية، ومراقبة الحالة خلال مدة معينة، وملائمة الأدوية بحسب تطور المرض. لكن هنا إذا كنت تستعمل دواء معينا فبعد 2 شهر عليك أن تعطي المريض دواء آخر، لأنه ليس لديك حل آخر. واحد من الأمراض التي تحتاج مواكبة دائمة والتي نجدها في المخيمات هو مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، النتيجة عن أسلوب العيش بسبب ظروف الحياة في المخيمات ونقص الأدوية. فنحن عندما نأتي إلى هنا نصطحب معنا أزيد من 1000 كيلوغرام من الأدوية، لكن تدوير الدواء هنا معقد، وعندما نعود بعد 5 أو 8 أشهر نجد أن هذه الأدوية قد اختفت. قلتم بأنكم تجلبون أزيد من 1000 كيلوغرام من الأدوية للمخيمات، فهل يتم توزيعها على المخيمات ال5؟ لا، هذه الأدوية فقط لمخيم العيون. قلت 1000 أو 1200 كيلوغرام فقط لمخيم العيون، وتضم معدات للاستعمال الطبي ومحاليل
وأيضا ضمادات ومضادات حيوية. Y incluido pues antibióticos, antidiarreicos, drogas intravenosas. فيما يخص مسألة الأدوية فهناك العديد من المشاريع على المستوى الدولي، لكنني أجهل كيف يتم نقل هذه الأدوية للمستشفى والمراكز الصحية. لا فكرة لدي بشأن توزيعها. في بهو داخل المستشفى اقترب مني شخص ببذرة بيضاء بدأ يتكلم معي بالإسبانية بلكنة بدت لي مألوفة وغريبة في نفس الوقت. إنه يتكلم بلكنة كوبية بحكم أنه درس في كوبا. إنه طبيب بيطري، وفاجأني وجود طبيب بيطري في مستشفى مخصص للساكنة. قررت أن أحاوره وشرع يتحدث معي عن إحصائيات عن عمليات مراقبة القطعان الموجهة للاستهلاك، مشيراً إلى دفتر يسجل فيه كل شيء. وأثار انتباهي أن آخر شيء سجله يعود إلى شهر مايو الماضي، ونحن في شهر نوفمبر. بعدما انتهت زيارتي التي وقفت خلالها على حالة الفوضى التي يعيشها المستشفى، تم اصطحابي مرة أخرى إلى مكتب مدير المستشفى، وكان همهم الوحيد هو التأكد من رأيي بشأن إذا ما أن المكان ملائماً ليكون مكتباً لمدير المستشفى. صادفت إقامتي بالمخيمات احتجاز سيارات عدة تحمل مساعدات عبارة عن مواد طبية وأدوات مدرسية وأغذية، واستمر الاحتجاز 4 أيام في ميناء وهران. توجهت إلى إحدى الإدارات التابعة لجبهة البوليساريو للسؤال، لكنهم أخبروني أن لا علاقة لهم بالأمر، وطلبوا مني التوجه للهلال الأحمر. وهناك لم أعثر سوى على عاملين يتناولون أطعمة ومشروبات ويشاهدون التلفاز. نحن نتحدث عن ساكنة معزولة منذ سنوات طويلة، والجزائر هي الداعم للصحراويين. وإذا نقبنا في عمق هذا الدعم ماذا نجد؟ مجرد صحراء قاحلة لا تنفع الجزائر في شيء، ولا شيء آخر تقوم به الجزائر. وإذا تحدثنا عن تسهيل دخول البضائع للمخيمات، فالصحراويون هم من يدفعون ثمنها بشكل أو بآخر، مثل المساعدات التي نحملها لهم والعطل الصيفية لفائدة الأطفال، وهو ما له جوانب سلبية وإيجابية طبعاً. وهذه كلها أموال تذهب إلى الجزائر، وأيضاً رسوم التأشيرات. فجميع منظمات المجتمع المدني عليها الحصول على ترخيص من الجزائر، والجزائر في نهاية المطاف هي فلتر لكل شيء، هي تملك هذه السلطة. بعد زيارة المحبطة لمستشفى العيون للاجئين بمخيمات تندوف، قررت زيارة مستشفى مدينة العيون. هناك استقبلني طبيب وهو المدير العام للمستشفى بمعية فريقه. غالبية الأقاليم الجنوبية تتوفر على مستشفيات خاصة بها، بالإضافة إلى مستشفى جهوي بمدينة العيون الذي يعد مرجعيا ومتخصصا في الحالات المستعصية، أو ما نسميه بالمستوى الثاني، لأننا نصنف الحالات وفق مستويات علاجية. ولدينا مشروع مستشفى جامعي وكذا جامعة لدراسة الطب التي سيتم خلقها في أفق عام 2021. كما سبق وأشرت إلى ذلك، فباقي الأقاليم تتوفر على مستشفيات إقليمية تتوفر على جميع التخصصات في أمراض النساء والولادة وطب الأطفال والجراحة العامة والطب العام، وأيضا شبكة مراكز المستعجلات وما يرافق ذلك من البرامج الصحية. هنا صيدلية. جميع الأقسام تتوفر على صيدليات خاصة بها.
المرضى الذين يقصدون المستشفى يتم التكفل بعلاجهم ويحصلون على الأدوية من صيدلية تابعة للمستشفى. المرضى الذين يتوفرون على تأمين يقتنون الأدوية من الصيدليات الخاصة، لكن بالنسبة للفئة الأخرى فهم يخضعون لنظام التغطية الصحية الراميد لمساعدة الفئات الهشة، ونمنحهم الدواء بالمجان. هذه آلات تصفية الكلي. هذا يعني أنها من الجيل الحديث. هل المرضى هم الذين يحددون الحصص؟ المرضى يخضعون لنظام رماد الصحي ويحصلون على هذه الحصص لتصفية الكلي. هذا مجاني بالمطلق. إذن كل شيء مجاني؟ نعم مجاني، ويضم أدوية الحقن وحصة تصفية الكلي. يعني أن حصص تصفية الكلي وأدوية التي تحقن كلها بالمجان. نعم، وليس لدينا مرضى على لائحة الانتظار. هنا يمكن لأي مريض الولوج إلى هذا المركز. أنت ممرض صحراوي؟ نعم سيدتي. جميع الأطر هنا صحراوية وتم تكوينها في الصحراء وتعمل هنا. سنرى قاعة تحليل المياه التي يتم داخلها تحليل مياه الشرب التي توزع بالمدينة والتي توجد في خزان بالأعلى. هنا يمكن تحليل 1600 لتر في الساعة. 1600 لتر في الساعة معقمة بالكامل؟ نعم معقمة بدون فطريات أو بكتيريا. مياه نقية ومعقمة بالكامل، وهي مياه صالحة لاستعمالها في تصفية الكلي. الفرق ظاهر بين الجهتين خلال 43 سنة، ففي مخيمات تندوف ورغم وجود آبار مائية إلا أنهم لم يقوموا أبداً بتعقيم أو إنشاء شبكة لتوزيع هذه المياه، بينما في مدينة العيون فلم يقوموا فقط بمعالجة وتوزيع المياه، بل إن كل بيت في العيون يتوفر على الماء طيلة 24 ساعة. إضافة إلى ذلك بذلت جهود من أجل تحلية مياه البحر عبر الاستعانة بالطاقات المتجددة. لا يحمل أي ذرة ملح، هو ماء البحر، لكن بفضل المعالجة التي خضع لها لدينا ماء نقي وصالح للشرب. هو كأي ماء آخر صالح للشرب، ويحترم أيضا المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. نحن هنا في محطة لتحلية مياه البحر، والتي انطلق العمل بها عام 95 و900 وألف، وتمت توسعتها خلال عدة مراحل. المرحلة الأولى عام 95 و900 وألف، والمرحلة الثانية عام 2005، والمرحلة الثالثة عام 2010. هذه المحطة هي التي تزود مدينة العيون والنواحي بالماء الشروب. كما تعلمون فالأقاليم الجنوبية تمتاز بندرة الموارد المائية. هنا نعالج المياه الجوفية وأيضا مياه البحر، فالحوض الوحيد الذي نتوفر عليه هو فم الواد. وقمنا بإطلاق مشاريع كبيرة من أجل تلبية حاجية مدينة العيون ومواكبة تطور الساكنة. وفي هذه المحطة نتحكم في جميع مراحل دورة إنتاج الماء الشروب، انطلاقا من مياه البحر ومعالجتها حتى نقلها إلى المدينة عبر شبكة التوزيع، كما أننا نقوم بتجميع مياه الصرف الصحي وتحليلها. وفي العيون نحن بصدد إنشاء مشروع كبير متعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي بتكنولوجيا معمول بها عالميا. aussi très connu, le beau activé. On ne l'utilise plus. Maintenant, on utilise celle-là. C'est spirale. لدينا مياه البحر والريح والشمس، وبالتالي رغم وجودنا في الصحراء فإنه يمكننا إنتاج الطاقة انطلاقا من الطاقات الريحية والشمسية.
نوجد الآن في واحدة من المحطات الكبرى لإنتاج الطاقة الريحية التي يتوفر عليها المغرب، كما أن واحدة من أكبر المحطات توجد بمدينة ترفايا، وبجانبه رئيس قسم الاستغلال بالمحطة واسمه محمد وداد. سؤالي الأول: منذ متى تم إنشاء هذه المحطة وما هي طاقتها الإنتاجية؟ أنشئت هذه المحطة في نهاية عام 2012 وانطلق العمل بها في أواخر عام 2013، وطاقتها الإنتاجية السنوية تصل إلى 200 جيجاوات في الساعة، مما يوفر علينا سنويا استخدام 150 ألف طن من انبعاث غازات الاحتباس الحراري. ولدينا عدة محطات مماثلة، وهذه المحطة تدعى فم الواد بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ميجاوات في الساعة، والمحطة الأكبر توجد بطرفايا بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ميجاوات في الساعة، وما يعد أكبر طاقة إنتاجية بإفريقيا، إضافة إلى محطات أخرى ببوجدور وخفنير وطنجة. لم تعرف مدينة العيون نمواً عمودياً فقط، بل أيضاً أفقياً عبر إرساء بنيات كتلك الخاصة بالصيد عبر إنشاء ميناء، وأيضاً مقالع الفوسفات الذي لا يمثل الإنتاج المحلي سوى 2% من إجمالي الإنتاج المغربي، وكل هذه المواد توظف في تحسين ظروف العيش وإيجاد مناصب الشغل للساكنة. الزروالي خطاري، أنحدر من مدينة العيون وأنتمي إلى قبيلة أزرقين. قضيت 16 سنة من الممارسة المهنية بالعيون، وأشرف على فريق يضم موظفين وأطرا ينحدر غالبيتهم من جنوب المغرب. وبفضل تكوين هذا الفريق وخبرتهم تمكنت من المساهمة في المسلسل التنموي للمنطقة. أنتم الآن في زيارة لواحدة من أكبر مستودعات سوق السمك بالجملة بالمغرب، ويمتد على مساحة 8600 متر مربع، ووضع حجره الأساس من طرف الملك محمد السادس عام 2006، وتطلب إنشاؤه استثمارا ضخما وصل إلى 5 ملايين أورو. هو مجهز بأحدث التجهيزات التكنولوجية للحفاظ على المنتجات وفق المعايير المطبقة عالميا. يساهم قطاع الصيد مباشرة في البرامج التي يعدها عمدة المدينة والمرتبطة بتمويل مشاريع البنية التحتية والمنشآت ذات الطابع السوسيو-اقتصادي، بهدف خلق مدينة تتوفر على جميع المؤهلات التي تمكن الساكنة من العيش الكريم. لا يمثل إنتاج مناجم الفوسفات المحلية بالعيون سوى 2% من إجمالي إنتاج المغرب السنوي، كما أن عائدات الإنتاج المحلي في الفوسفات يتم استثمارها في مشاريع لصالح الساكنة المحلية كإنشاء محطة تكنولوجية. المحطة التكنولوجية فم الواد مشروع تصل قيمته 200 مليون دولار، أي ما يعادل 2 مليار درهم، وقد بدأنا أشغال هذا المشروع في شهر مارس 2018، والهدف إنهاء المرحلة الأولى ما تم 2018، والتي تتعلق بالمساحة الخضراء ومشاريع التهيئة الداخلية للمشروع، للبدء في المرحلة الثانية المرتبطة بتهيئة مراكز الأبحاث. نظراً للاهتمام بتنمية مدينة العيون، لاحظنا وجود مركز لتشجيع خلق المقاولات وتقديم الاستشارة بهدف توفير مناصب شغل للشباب الصحراوي.
البطالة في صفوف الشباب هي مشكلة عالمية ونعمل على المساهمة في حلها، فالدولة قامت بجهود كبيرة في هذا المجال، ودورنا هو تشجيع الاستثمار بهدف امتصاص هذه المشكلة. ماذا تقول لأولئك الذين يجهلون كل شيء عن ظروف العيش في العيون ويعتقدون بأنه هنا لا يوجد أي شيء وهناك قمع وغياب تام للحريات؟ ماذا تقول لهم؟ طبعا سأقول لهم شيئا، هو أنني كنت معهم ما بين عامي 1969 و 1973 وهم اختاروا آنذاك فكرة الذهاب إلى مخيمات تندوف، فيما فضلنا نحن البقاء هنا. وأريد أن أقول لهم إن كل شيء تغير اليوم، فنحن نتمتع بالديمقراطية، فكل من يريد خلق مقاولته الخاصة أو العمل في الوظيفة العمومية فهو مرحب به. السياسة المحلية ذكرتني بالحكومات الجهوية بإسبانيا، فالمجلس البلدي يدبر أموره بنفسه عبر أطر صحراوية منتخبة. تطور المنطقة على جميع الأصعدة يسير بتناسق مع جهود للحفاظ على الموروث الثقافي والهوية الصحراوية. أنت هو المدير الجهوي للصناعة التقليدية في جهة العيون؟ المدير الجهوي للصناعة التقليدية بالعيون. جهة العيون. هذه منتجات للصناعة التقليدية الصحراوية خالصة. نعم، صحراوية خالصة. هذا معرض للمنتجات التقليدية يضم كل المنتجات التي تمت صناعتها يدويا، والصناع التقليديون الصحراويون توجد منتجاتهم في مختلف مناطق العالم، يساهمون في مختلف التظاهرات على المستوى الوطني والدولي أيضا. أفهم أنه هنا في الصحراء ليست هناك أي مشكلة من أجل الحفاظ على التراث الصحراوي ونقل هذا الإشعاع إلى الخارج. طبعا، ولهذا نحن هنا. هذه هي مهمة الإدارة التي أشرف عليها، ولدينا أيضا غرفة للصناعة التقليدية التي تحمي كل هذا الموروث. وأخيرا استطعت محاورة أحد اللاجئين داخل مخيمات تندوف، اسمه محفوظ. سيروي لي حقيقة صادمة وقاسية ولا يعرفها إلا قلة من الناس. عالم مليء بالظلم بالنسبة للكثيرين، وهو الواقع الذي أعاد رسمه قاض سابق بمخيمات تندوف. محفوظ تعرض للاحتجاز من طرف 3 أشخاص. إنه واقع مرعب. هذا مخيم بوكرع. نعم، هذه دائرة بوكرع. فقد شرحوا لي أن هذه دائرة تدعى بوكرع في ولاية العيون. في ولاية العيون. وهذا الحي هو الرابع، وأنا قبل ذلك كنت في الحي الثالث. أنت كنت بمنطقة الحقونية في الحي الثالث. الآن أنت في دائرة بوكرع بالحي الرابع. هذا مختلف عن تصورنا نحن بإسبانيا حول وجود 4 مخيمات. الأمر مختلف. ألتقي محفوظ ونشرب الشاي، فشرب الشاي تقليد عريق هنا، وهو القاعدة التي يدور حولها كل حوار. عندما بدأت هذا العمل أردت أن يكون فيلما وثائقيا نزيها، وأن أقدم لكم الحقائق كما هي وكل ما يحصل في الصحراء. وسنكتشف أشياء أخرى، تجارب عشتها شخصيا على الأرض. محفوظ هو صحراوي.
100% كما يقوله. طيب احكي لنا قليلا عن وضعك كصحراوي بالمخيمات. ما الذي تريده؟ كنا نتحدث خارج التسجيل وقلت لي إنك تشعر بنفسك ضحية للنزاع حول الصحراء. نعم. احكي لنا. هذا هو، أنا صحراوي لكني 100% ضحية لنزاع الصحراء. هل تشعر أن حكومة البوليساريو اليوم هي حكومة عنصرية؟ لا يمكن نعتها بالعنصرية، لكنني عندما أنظر إلى وضعي أرى بأنه لا وجود لهذه الحكومة. لأنها لا تهتم بوضعك. هم لا ينظرون إلي. لا ينظرون إليك كصحراوي عندما تتحدث عن الوضع؟ عندما يتحدث أي شخص عن حقوقه لا يعجبهم الأمر. لا يعجبهم أن يقول أي شخص الحقيقة. قبل التسجيل كنت تبكي وحكيت لي عن وضعك. هل تشعر أنك محتجز هنا بدون حرية؟ بعد ذلك سيحكي لنا وهو لديه كل هذه الأمور مكتوبة ولا يخفيها، وكتب على جدران عبارة "اخرجي يا جبهة البوليساريو". يبدو متأثرا لأنه كان يبكي قبل التسجيل. حكيت لي أن عمتك توفيت. توفي بي وكذلك أختي الكبرى العام الماضي، وذهبنا إلى وزارة الصحة العام الماضي. أختي التي كانت مريضة وتدعى تغباجة، وقال للمسؤول عليك أن تصمت وتعود إلى بيتك. لأنه ليس لدينا أي حق. هذا ليس مسؤول عن وزارة الصحة. إنهم بالنسبة لي أناس تركونا لمصيرنا. إنهم ليسوا حكومة. عموما كل حكومة مهما كانت عليها أن تلبي حاجية ساكنتها. إنهم لا يهتمون إلا بأنفسهم وعائلتهم، لا يهتمون لا بي ولا بأمي أو عائلتي. قاضٍ سابق يحكي لنا عن طريقة العمل داخل دواليب العدالة بمخيمة تندوف. حميين أحمد من قبيلة السماسي، الأخوال الجنحة رقيبات، عايد إلى أرض الوطن 2015. كنت في بوليساريو خلال 40 عام أو أكثر، لأني درست فم القانون، خريج جامعة قانون، متحصل على إجازة في القضاء. دخلت ميدان القضاء في بوليساريو أكثر من 20 سنة، من 1995. كنت رئيس محاكم متعددة في بوليساريو، من محكمة أول درجة إلى محكمة عليا إلى محكمة أمن الدولة اللي يسموها بوليساريو. خلال هذه 20 سنة شكلت قناعتي على الشيء الموجود في بوليساريو، على أنه قيادة بوليساريو إرادتها مختلفة نهائيا ومتناقضة نهائيا مع وضعيتك الساكنة المقلوب على أمرها، المسجونة المقلوب على أمرها في وضعية مزرية، في مجاعة، في قمع، في قهر، في أحزمة رملية محيطة بها. وبالتالي هذه القيادة متناقضة مع الشيء اللي مفروض تأديه لهذه الساكنة، لأنه قيادة مارست سرقات المواد الإنسانية اللي تندعم بها، مارست سرقات العتاد الطبي اللي يندعموا بها الساكنة، مارست سرقات الحاصل النقدي والنقد كله والمشاريع النقدية تاع المنظمات الإنسانية اللي تدعم بها هذه الساكنة. قيادة إن كانت تتسوق لهذه الساكنة على أنها دائما تبحث عن استقلال الصحراويين وعلى أنها باقية لهم دولة مستقلة، أنا أشوف على أنها قيادة حصلت على استقلالها في الوقت الحالي، لأنها قيادة ثرية، قيادة تملك أموال، تملك سكنات، تملك مشاريع،
في أوروبا، تملك جنسيات أوروبية، بالتالي قاع هي لو خرصوا حقيقة هل هي قاع قيادة صحراوية ولا ما هي قيادة صحراوية بحكم تجنسها وبحكم أوراقها وبحكم سكنها في أوروبا وسكن عائلاتها وسكن أولادها. هناك أناس كثيرون لا يستطيعون الكلام. ماذا يحصل لو أن أحدهم فتح فمه وتكلم؟ سنذهب إلى السجن مثلي أنا. يمكن أن يزج بي في السجن غدا أو بعد غد أو العام المقبل. يعني أنك غمرت بنفسك عندما شرعت في الحكي لي كل هذه الأشياء بعد مشاهدتهم لهذا الفيلم؟ نعم، يمكنهم المجيء إلى بيتي واعتقالي أو ضربك أو وضعك في السجن أو قتلي. يعني أنك تعرض حياتك للخطر بالقول إن ما يحصل في المخيمات ليس هو ما يتم الترويج له. لا، نحن نتحدث عن شخص يعرض نفسه للخطر وهو معرض لفقدان أعز ما يملك وهي حياته بقوله إن الواقع ليس هو ما يروج له. خلال العدالة هذه كاملة ما قد تقدم لي سارق دعم المنظمات، ما هو وزير، ما هو مسؤول، ما هو والي، ما هو إطار من قيادة بوليزاريو، وكان هذه القيادة ملائكية ما تسرع. وهي على النقيض من هذا، لأن المتتبع يشوف شاحنات مليئة بهذاك مواد الدعم الإنسانية في الأسواق تباع، يشوف السرقات على أشكالها، يشوف حال هذه الساكنة، يعرف على أنها قيادة تبتز هذاك المجتمع. ما دام هذه القيادة مشات لهذا المنهج ومشات القمع هذه الساكنة من خلال علنها تقدمهم للمحاكم، بقات من يسجنوهم بدون أدلة، بدون براهين، بدون إثبات، وتمارس حتى تعليمات من الجزائر، لأنه في تعليمات جزائرية بسجن أشخاص على أنه أشخاص مطلوبين عند الجزائر، وكأنه القيادة تخدم عند الجزائر باش هذيك الساكنة اللي منها متناقض مع الأفكار الجزائرية مع الطرح الجزائري يدخلوه السجون. أنت إنسان شجاع. أنا؟ أنت لأنه بالنظر إلى ما تحكيه والخطر الذي يمكن أن تواجهه قبلت الحديث أمام الكاميرا. أنت تمتاز بشجاعة نادرة وتعرض حتى عائلتك للخطر. أمه موجودة هنا، لكننا لن نقوم بتصويرها، وهي في واقع الأمر لا تفهم ما يدور بيننا، وهو يفعل ذلك من أجل صحراويين آخرين لا يستطيعون الكلام. هل يتم إظهار أن كل شيء على ما يرام عندما يأتي الصحفيون إلى المخيمات؟ هنا في الشارع كل شيء على ما يرام. أنا أسأل الناس في الشارع والجميع يقول لي إن كل شيء على ما يرام. بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مدينة تندوف، فالأمور بالنسبة إليهم لا يمكن إلا أن تكون على ما يرام. لكن بالنسبة لأشخاص مثلي ومثل الكثير من الصحراويين فنحن نعاني. هذه تندوف أيضا. هنا بمخيمات تندوف طبعا. هذه الأسباب وغيرها تجعلني أنا وغيري من الشباب على أنهم يفكروا هذا أكثر من 40 سنة اللي قضينا، هل لعبنا فيها دور؟ هل ما لعبنا دور؟ هذيك الساكنة فدناها، هذيك الساكنة رفعنا عنها الظلم، رفعنا عنها الحيف. استنتجت خلاصة، وأكيد على الخلاصة اللي عندي عند غيري، وإن كان مازال ما فات لهم باش يعودوا لأرض الوطن، على أنه فهم مستحيل الإنسان يسهم في مساعدة هذه الساكنة. الإنسان الفهم هو لا يبقى عبء على هذه الساكنة، يبتزها مشاريع المجتمع الأوروبي يتوسل بها، وبالتالي هو نوع من السمسرة ونوع من اللا عدالة. هذا أدى على أن نعود إلى أرض الوطن، لأنه شفت على أنه الحلول اليوم هي الحلول الواقعية، الحلول الممكنة، الحلول اللي ممكن إنسان يعيش تحت ظلها. Una de las cosas que le han recomendado que hiciera cuando han sabido que yo venía
من بين الأمور التي طلبت منك عندما علموا بموعدي معك هو ضرورة إخفائك لكل المساعدات التي تتوفر عليها ببيتك قبل لقائي. نعم صحيح. ما هي المشكلة؟ لماذا لا يمكن لأي صحفي أن يرى المساعدات التي توجد بالمخيمات حتى يظهر أنكم لا تتوفرون عليها؟ المساعدات التي تبعثون بها من إسبانيا يقومون ببيعها في الرابوني ولا تصل إلى منازلنا. يتاجرون بالمساعدات التي نقوم بإرسالها؟ نعم، كل شيء هو تجارة بالنسبة إليهم. كما يقول المثل: أعطني 1000 قطعة حلوى وأعطيك واحدة. هذه هي حكومتي. هذه هي حكومتي. كل واحد منهم يبحث عن تحقيق مصالحه. تعني بهذا القول أنه عندما أقوم مثلا ببعث إرسالية لقد وصلت خديجة. صباح الخير، اسمي أرمان. يا الخير. هذه أختي. يا الخير. هل يمكن أن نواصل الحديث؟ مري من الجانب الآخر. هذا حوار أجريه على الطبيعة، وسأرى إن كانت الكاميرا ما زالت تسجل. هل يمكن أن نواصل الحديث؟ حني يدي شوي نفهم هذه المرأة نتكلم معها هون نتكلم. قلت لك سابقا إذا قمت أنا ببعث إرسالية للمخيمات لك مثلا، هل الأطفال؟ تخيل لو أنني قررت انطلاقا من إسبانيا إرسال مساعدة لك. هناك نقل. نقل للمساعدات الإنسانية، لكني أريد أن أبعث لك إرسالية خاصة بك. ألن تصل إليك؟ إذا كانت ضمن القافلة التضامنية الموجهة للبوليساريو فهي لن تصل. إليك لن تصل، لن تعلم بذلك أبدا. إذا كانت ستكون ضمن هذه القافلة فهي لن تصل أبدا، لكن إذا كنت سترسلينها عبر الحافلة القادمة من إشبيلية فأكيد أنها ستصل، لأنك أنت من يدفع مصاريف الإرسالية. يعني أن على الإرسالية أن تكون باسمك حتى تصل، لكن لو أرسلت عبر القوافل التضامنية لا تصل لأنها تباع بعد ذلك. لا تصل. يبيعون المساعدات في منطقة بشار أو وهران. السائقون يبيعونها على قارعة الطريق أو يقومون ببيعها في الرابوني. يذهبون إلى موريتانيا أو تندوف لبيعها. لم نحصل يوما على مساعدة من الأرز علب التون من إسبانيا. أقسم لك بحياة أمي. هم يقولون بأن القافلة التضامنية وصلت، لكن لا أحد يتوصل بأي شيء. أقسم لك. نحن هنا في التندوف وهذه هي الجزائر. لست جزائريا. أنت صحراوي؟ كلكم هنا في المخيمات صحراويون. لسنا كلنا صحراويون، هناك طبقات. هناك من يعيشون في مدينة تندوف، يأتون صباحا إلى المخيمات وفي 5 مساء يرحلون إلى مدينة تندوف للنوم. في تندوف؟ لأن الأمن لا يوجد بالمخيمات. يمكنهم أن يأتوا في الليل ويضربونك؟ يضربونك؟ ممكن. هل تتعرض النساء للضرب أيضا؟ لا يضربون النساء. لأنهن يصمتن، أليس كذلك؟ طبعا. هل أختك تتحدث الإسبانية؟ لا. ما سترونه لاحقا تجاوز حدود فهم كإنسان. لقد قرر محفوظ لأول مرة أن يحكي عن التجربة المخيفة التي عاشها. طلبت مني التوقف عن التسجيل لأنك يا محفوظ قررت أن تحكي شيئا يبدو قاسيا ويصعب الخوض فيه.
قلت لي إنك قصدت إحدى الإدارات في المخيمات، ونتيجة لاحتجاجك تعرضت للعقاب. احكي لنا، ما الذي حصل معك؟ ذهبت إلى إحدى الإدارات بالمخيمات من أجل قضاء بعض الأغراض ولطلب المساعدة. تعرضك للاغتصاب؟ بدأ كل واحد منهم يرسلني إلى شخص آخر دون حل. إنه عار، هذه ليست حكومة. وفي النهاية بقينا حتى 8 مساء. جاءت سيارة واصطحبوني وذهبنا إلى مكان لا أعرفه بالضبط خلف منطقة الرابوني. وقاموا باغتصابك؟ نعم، تعرضت لأشياء قاسية لا يمكن الخوض فيها، وتوجهت لمركز الشرطة التابع لجبهة البوليساريو، لكن كل جهة كانت ترسل للأخرى بدون حل. في النهاية قررت الصمت خائفا، هنا يتملكني الخوف. طيب، شهادة مؤثرة لأنه عقاب من أجل الاحتجاج والتعبير عن معارضة حكومة البوليساريو. Es un castigo por hablar, por estar en contra del gobierno del Frente Polisario. اجتمعت بنسيج المجتمع المدني بمدينة العيون، حيث التقيت بحماد البويهي، أحد العائدين من مخيمات تندوف، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان. عشت 4 عقود بمخيمات تندوف، وقضيت طفولتي بين الجزائر وليبيا، كما أنني درست 14 عاما في كوبا. عندما أقول إنني درست، فذلك يعني أنني درست وعملت وعانيت جراء ذلك، كما أنني قضيت 2 في فنزويلا. وفي كل هذه الدول، سواء ليبيا أو الجزائر أو كوبا أو فنزويلا، عشت داخل هذه الأنظمة الديكتاتورية والقوانين التي تحكمها كل تلك الأفكار الميتافيزيقية والخطابات غير الواقعية وغير المنطقية. لكنني اليوم قررت طي صفحة الماضي وعدم التفكير فيه، لكن ببساطة أريد أن أقول شيئا، هو أنه كانت لي فرصة للوجود في مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، وأيضا في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، حيث كنت أتواجه مع أولئك الذين ليس لهم الحق للكلام باسمنا. دائما كنت أستمع لتلك الحماقة المتعلقة بأن البوليساريو هو الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، وأقول لماذا يتم الحديث عن حق التمثيلية إذا كنت محروما في المخيمات من التصويت لاختيار من يمثلني. نحن نؤمن بأنه يمكننا العيش بسلام عبر الاندماج في المغرب، لأن الخروج من المغرب يعد من الناحية السياسية توسعا للأراضي الجزائرية صوب الصحراء. هذه الصحراء ستصبح تابعة للجزائر، فإذا حصلت هذه الأراضي على استقلالها يوما، وأتمنى أن لا يحصل ذلك، سنشهد توسعا للخريطة الجزائرية، وهذا ما تبحث عنه الجزائر. ترك نسيج المجتمع المدني الصحراوي في نفسي أثرا طيبا، اهتماماتهم منصبة على العيش الكريم والحقوق المدنية واندماج ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنهم يتأسفون على وضعية إخوانهم في تندوف حيث لا وجود لحقوق الإنسان. تعيش النساء في مخيمات تندوف حياة مقيدة، حياة طيعة وخانعة. ربما كان هذا اختيارهن، أو ربما تم اختياره لهن من طرف الذكور. عندما تمت دعوتي لحضور حفل زفاف بالمخيمات، انتبهت إلى أن هذه ربما تكون أفضل مناسبة للحديث مع النساء، لكن مع ذلك فهن يفضلن الصمت في كل المناسبات. فقط خارج سياج المخيمات
يجرؤن على الكلام. أعود مرة أخرى للتسجيل بهذه الطريقة، واخترت بعناية هذا الجدار حتى لا يعرف مكاني بالضبط. حاولت الكلام مع أناس عن الواقع الذي يعيشونه، يريدون الكلام لكن بعيدا عن عدسة الكاميرا، بل حتى أنهم يرفضون أن تسجل أصواتهم، يشعرون بالخوف لأنهم إذا تحدثوا عن الظروف التي يعيشونها سيتم حرمانهم من المساعدات وسيدفعون ثمنا جراء ذلك، وهذا العقاب لن يكون من طرف أوروبا أو الجزائر بل من طرف جبهة البوليساريو. مباشرة بعد عودتي من فيتوريا التقيت بسيدة حصلت على رقم هاتفها من طرف عائلة صحراوية بالمخيمات. أبدت المرأة استعدادها للحديث وأجرينا المقابلة داخل أحد الفنادق. فاطمة اسم مستعار تروي عما يحدث في مخيمات التندوف. الناس جميعهم يشعرون بالخوف من الشرطة والسياسيين المنتمين لحكومة البوليساريو. الحقيقة أنه عندما يحتج أحدهم مثل ما حصل مع عائلتي يزجون بهم في السجن. No hacen nada. Sí, voy en cárcel, a la cárcel. Sí. دائما نسمع الرأي العام والناس تتكلم في الرأي العام عنهم، عن القيادة خاينة. يعملهم قاع ما قالوا الفوق يا هي في الحق. حكومة البوليساريو لها عدة أوجه، حقيقة بالنسبة لي لها عدة أوجه. وفي مدينة العيون ما هي وضعية المرأة وكيف هي حياة النساء؟ هل ترغبين انطلاقا من هذه الزيارة في واحد المقارنة؟ ما أريد أن أقوله لكم هو أنني أعيش بحرية، وأشدد على كلمة بحرية. لا أحد يأمرني أو يقيد تنقلي. إذا ما أردت أن أسافر إلى الدار البيضاء أو الرباط أو إلى أي مكان آخر لا أحصل على أي ترخيص من أي أحد. أتوفر على جواز سفري ونقودي، وهو ما يمكنني من الذهاب إلى أي مكان أريد الذهاب إليه وفي أي وقت. estoy dentro de barreras ni nada. Porque لا أشعر بأنني أعيش مسيجة أو شيئا من هذا القبيل. هناك الكثير من الدعاية التي تروج أن المرأة الصحراوية هنا لا يمكنها التنقل أو القيام ببعض الأمور، وهذه كلها أكاذيب. Y todas estas son mentiras. Hay mucho. Y en Granada, que yo he estado en Granada, cuando vas por la noche, vas por las calles. الحياة تغيرت كثيرا وصارت مختلفة. في السابق كانت الحياة ذات طابع بدوي، وكان المجال ممتدا خلال فترة الوجود الإسباني، لكن الأمور باتت مختلفة اليوم. Hombre, hay muchos restos. Gracias. Patricia, está usted bienvenida. Gracias, muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias. Sí. قررت الاجتماع بالشيوخ الزعماء التقليديين للقبائل الصحراوية. ما عشته معهم خلال ساعات كان له بليغ الأثر في نفسي. هناك اليوم جيل جديد من الأطفال الذين تتم تربيتهم داخل المخيمات
على أساس أن جبهة البوليساريو هي الأفضل وأن الأسوأ هو ما يقع هنا. والجبهة تقوم بالكذب وتعيش انطلاقا من الاتجار بالمساعدات. بعدما استمعوا إلى تجربتي لم يرقهم ما يقع في مخيمات اللاجئين بتندوف، بل اعتصر الألم قلوبهم. قالوا لي إنهم إخوان لنا. نحن كشيوخ قبائل صحراوية نمثل المجتمع الصحراوي التقليدي، المجتمع الصحراوي اللي بعداته وأعرافه. المعاناة اللي يعيشوها ناسنا اللي في الحمادة الحقيقة حسب ما وصلتونا منها وحسب ما نشوفوا مثلنا فيها عنها كارثية، وبالتالي احنا كشيوخ باقي فينا ذاك، ونتمنى أن المشكلة ينحل بأسرع وقت ممكن باش ذيك المعاناة تنقلع ويلتم الشمل وتمشي الأمور كيف بغيناها لهنا وناسنا يسوهون ويسوهك. إلا أنه الفارق هون وهوك كيف شفتوا ما شاء الله شاسع. هون نعيشوا بحرية، هون نعيشوا بكرامة، هون نعيشوا بطلاقة، وانتم مشيتوا واستدرتوا شفتوا الشوارع والتقيتوا مع الناس وليتوا تمشوا تستدروا وتجبروا الناس، ولا نبغوكم ما تقولوا الحقيقة اللي شفتوا شيء ثاني غير ما نبغوكم تقولوه. واضح. وبالتالي نطلبنا من العالم كيف قلتي انه يساعدنا في ان هذا الشمل يلتم. ما هي الحقيقة؟ ما الذي يقع داخل مخيمات تندوف؟ من يحكم داخل المخيمات؟ الجزائريون أم جبهة البوليساريو أم هما معا؟ لماذا يتم وضع الحواجز للدخول والخروج من المنطقة؟ لماذا لم يتم بناء أي شيء طيلة 43 سنة رغم هذا الكم الهائل من المساعدات؟ لماذا يوجد أغنياء وفقراء في منطقة تعيش على المساعدات؟ نساء قياديي الجبهة يتلقون العلاج داخل المستشفيات الأوروبية، مستشفيات في الجزائر لقياديي الجبهة وأخرى للساكنة. هل هذه تجارة مبنية على المساعدات والنوايا الحسنة لبعض الناس؟ هل تاجر المنتظم الدولي بمصير هذه الساكنة مقابل رائحة وطعم البترول؟ لماذا ليست هناك مراقبة لمصير المساعدات؟ لماذا تصل هذه المساعدات وقد تعرضت للنهب؟ صيدليات داخل المخيمات تبيع الأدوية لساكنة تعيش على مساعدات تتضمن الأدوية. بعد زيارتي لمخيمات اللاجئين بتندوف ومدينة العيون في الجهة المغربية، أدركت أن العار يوجد في جهة واحدة، ولم أعثر عليه في الجهة المغربية، حيث تعرفت على صحراويين وقابلت عائدين من تندوف. استطعت الحديث معهم بكل حرية، وتجولت بكل حرية في الشوارع. لم أشعر بالقمع في أي لحظة من اللحظات، ولم أرى عناصر للجيش في أي مكان. وحيث كان من المفروض أن أشعر بالحرية أي داخل مخيمات تندوف، كان هو أكثر مكان شعرت فيه بالخوف وتملكني إحساس بأنني تحت المراقبة. ساكنة مخيمات تندوف هم لاجئون بأقدام حافية يمشون فوق أسلاك شائكة، بينما يراكم قياديو الجبهة الثروات. أنا قمت بقطع مسافة الأصابع الأربعة التي تفصل بين الكذب والحقيقة، وهذا ما حضرته من أحداث وهذا ما عشته.